الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. لا لقاء ديم درس ديم لا أصول فقيشتنا نسخ تعريف النسخ لغة الإزالة والنقل لا بردنو قواسنوا ولغة اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. رفع حكم دليل شرعي حكم بلغي الشرعي برز كريتوا أو لفظه أجح يان حكمك يان لفظك طبعا ببلغيك لكتاب ولا سنة يعني لقرآن يعني لسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة كاتم بس لرفع كيسية قوريني حكمكي أو زاري وهي لوازبي لبو إباحي يان لإباحي لبو التحريم أو لبو مثال. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع كواتلير ذاك دير رفع حكم واتحكمك بقوري ونيا وكباسكر لير دا سيلي دردتي يعني لخلال أو تعريفي زاري وحكمك تخلف دك يعني حكمك بباش دكوي أو حكم لفلانة موضوعنا تزي كنا تزي فرق يلقى نسخكي لبتسي أو حكم لا تزي لبرو شرطك لو بابتيه موجودة دبيبي فرمو عليكم السلام ورحمة الله أو شرط موجود نيا يعني تمانئك لبو نمونة يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب كواتا كابرا نصابي تواون أبوه لو حارتي زكاتك حكم زكاتك يتخلف وانيا كواتنك نسخ بويتو بالنسبة تبي نا شرط ايش لنا هاتزي كوا شرطك اويا دبقى تحدي نصابك كم بويتو يعني وتا وجوب الصلاة لوجود الحيض نيوش واجبة لسر فيها وآفرتان بلام لسر او آفرتي كوا عادي شرعية لو حالتي ونبي نسخ بويتو حكمك مانعك هاتا بيش كأويش حالتك تسيا عادي شرعية فلا تسمى ذلك نسخا. طبعا هو نسخ نيا زياوازة هاتي نسخة حكمك دقوريه لإيجاب لبو إباحة يعني لإباحة لبو تحريم باش عندنا هلا خلال تعريفك رفع حكم دليل شرعي أو لفظه يعني لفظك نك حكمك لفظ دليل شرعيك لبلوي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ نسخ كزاري وهي فقط حكمك نسخ دبيته ولفظك دمينه أو بالعكس كواتزاري ولفظك نسخ بويتوه حكمك ما أو لهما جميعا يعني وتهردوش لفظك وحكمك كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة كواتا نسخ كدبي ببلغيك بالكتاب يعني للسنة يعني الكتاب والسنة كواتا لو حالتي خرج بقولنا من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. لو حالتي كواتا بإجماع وبقياس نسخنا به يعني بقرآن يعني بالسنة ليردا زانان دلن أو التعريف كي طبعا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة دلنا أجر يقيد دي كشي لبو زيادة بكري أو تعريفك تواتر دبيش أويا قيد كشويا متراخ عنه وتدبي أو حكمه بعضنا كذبت ناسخ أو كذبت منسوخ أو ناسخة لدواي منسوخ كيبيتا يعني أو ترتيبة مهمة تبي ناسخ لدواي منسوخ به متراخ عنه باش. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا عقلا جائزة دي باسج ذكاء وشرعا إيش واقعة وجودها. أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم إتر هموش تكان لبردستي الله تعالى وحكمش حكمي أوه لأنه الرب المالك
هەر بە خۆیتی فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته كواتا الله تعالى حسب حكمة ورحمة خويك همو كارو كردو كاني سبحانه وتعالى هموي بحكمته برحمته لبيداويستكان حكمة ورحمتي جاري ويا فلان حكم نسخ دكاته بحكم شديك. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ يعني دائما ملشي خواينا سبحانه وتعالى يعني عقلا يعني مانع مالكك كخاوني ملكه فرمان بندكاني بكبشتك هدي مالكه سبحانه وتعالى. يعني أما أقرنا لي مسألة عبد بابلين كويلاتي وعبد لبو سيدكي حد استاجز زيادة تصور بكين يعني كابرا لشركة شيء دكا لدائرة شيء زاري وهي يعني زاري وهي فرمانش بيدكري بشتك كوا فعلا عقلي وي أو زا درتشي بيناكا يعني بي معقول نيا يعني بي ساقنيا قبولي شتي لو مصلحتي لو اشتيد هذا بقبول بك مع العلم عن مصلحتها شي محدودي شو بديلي شي هي هم ما ثواني حالته مثلا ولله المثل الاعلى دي ما عبد كاك اما عبد اويش خواه سبحانه وتعالى واش صد لصد زاني همش تكان شبر لحكمته يتلسا اساسيه يعني خواه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون خواه برسال لي ناكري تقول له وانيا يتر اگر شتك حكمة الزاني أو نور على نور حكمتش نزاني عبودية لويدا بلي سمعنا وأطعنا يعني زور زارم ضلم شتك باب مناسك كان حد يقلى لذة كان كتيدا زور شتي لويدا كي نازاني حكمتي سيا أدلو ديكي هكا من عبد مو مأمورم عبد مو مأمور خوشكي لويدا ها خود تسليم كرديا خواهي قولت سيدة فرمي سمعنا وأطعنا أقا حكمتك شي نظام كتر مسألة نسخيش بها ماشية. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم يعني لا بيداوستكان حكمة ورحمة خواهي قولا لكارو كردوي ولا فعل برامر ببندكاني ويكوا التشريع يعني لبودكاتن كهرخوا بخوي دزاني تسي مصلحة دين ودنيا أواني تدا والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان. ها مصلحتيش طبعا لحالتك لبحالتك لزمنك لزمنك دقورة فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم. يتر هروا يعني خوي سبحانه وتعالى سرت هذا لبو بابتك حكم شدانا باشان كذا يقول بحكمتش أو كاتي حتى نسخي دكاتوا حكمة لويدا أو هابي دواء حكمة لويدا كوا بوشي ويبك أخوي يقول سبحانه وتعالى. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها سورة البقرة آية 16 هل آياتك نسخ دكينوا يان لبير تان دبينو ننسها وهذا كان لبير ببرديته نأتي بخير منها أو مثلها بتساكتر لوي دينين يان هاوشي ويبي بتساكتر يان بهاوشي طبعا وانا كذا نسخنيا دلن سياق كان باز لأهل كتابة واتا نسخبونه التوراة والإنجيل بقرآني بلا ما رأيتي مرجوحة براستي دوام آياتي شاشي الأنفال الآن خفف الله عنكم ودواج ديتو سر أو بابتي كأخوي يقول سبحانه وتعالى لمسألة عدد ونيه لروبوني بين مسلمان وكافران لكم زار يكبديه باشان ديكات يكبدوه أخوي يقول تخفيفي ذاك يعني فالآن باشروهن هلا سورة البقرة آيات 16 وحفت كمسألة لبدايتي ويكوا رمضان فرزبو شوانش ندب وبسنا لا خيزانة كانيا يعني عفوا هربنوستبا تواو لباش مغربي بس خيولي كتبان تواو نحق خواردني دما نحق نزيق بونوي لخيزاني دما بلام خواهي قولا أو حكمي لا دا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخره.
فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. هذا شان طبعا وانا أو أنفال أو بقرة أو بركية لسر تغيير حكم. ولا حديثش في صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لا طبعا إمام مسلم رواه كذا. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. قالت لسرت هذا في صلى الله عليه وسلم منعي كردينا كزيارة سردان سر قبران مكان فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أو أشهر زور بواضحي ديارة حالتك أبو نهي بوا عشان أو حالة نسخ بويتوا ويكوا فزوروها في أساس دفن. استا أو وكو مقدمة قبل سر نسخ بلقى سر نسخ وهروها لا يمتنع عقلا ولا شرعا. ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ عندك بابتها ناكل نسخ بيتو نسخي تيدانية وتنسخ هي بلام لأحكامه أدلتين نسخنية. يمتنع النسخ فيما يأتي يكم الأخبار أو أخبارانك وأخوي يقولوا ما نباسكت سأخباري رابردوبي سأخباري داهاتوبي كوكو أحداث أواني روج قيامة يقول سبحانه وتعالى باسلك يتلا أخبار لأن النسخ محله الحكم نسخ عادة لتشين ده لحكم ده. ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا كاتي كذا أو خبر نسخ خبري رابردوي كردوا أجر لقصي بشر سكوا جوانية لخزمة خواي يقولوا قبلين لقصي بشر خبري كذا عشان خبري إيش كيدا نسخ كردوا خبرية كم كواتا أو يستلزم وابي ذكاء كواديار خبرية كم دروبه. والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله محالة اشتوانية. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر كوات أخبار بعام نسخ تيدانية بلام هندي زار حكمة بخوي بلام أتى بصورة الخبر حكمة بلام لسر صيغي خبر هاتي لو حالتي دقرت سر أصلكي فلا يمتنع النسخة ونيا لبروي أصلي قضيكي حكمة أقرت بصيغي خبر وكو إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 أو التازة باس ماكر بصيغي خبر هاتيا بلام حكمة الشباز ذكا إن يكن منكم 20 صابرون أقر بست لانجو آرام قربي يغلبوا 200 زال دبي بسر دوصات كواتا يقبدا كواتا أقر بست بون مقابل بدوصات كس تواو نابي هلبن نابي تولي بكن لبويانية تولي بكن واضحة هو بصيغة خبر هاتية برام أصلكي حكمة لويا قابلة لبو نسخو فعلا نسخيش بوه. فإن هذا خبر معناه الأمر واضحة خبره برام معناه كي أمره. ولذا جاء نسخ في الآيات التي بعدها ويقول تعالى الآن خفف الله عنكم. الله تعالى وحكمي خفيف كل سلمان وعلم أن فيكم ضعفا الله تعالى زاني كواما لوازما تدا يكبران بربدا زحمته لو يا حكمك ورابته فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يكبدوا يتر أو مثال لبوي كوا أجرتي لسر صيغي خبر هاتي بلام أصلي إيشكي حكمة أجرنا أخبار نسخي تدانية دوام قوتمان أما نسخ لحكمة بلام همو حكمة تشنا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان أو أحكامانك مصلحة لبوه همو كاتيك لبوه همو زيقايك أو نش نسخنا بنوه كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك وأنا هموي نكال ديني إمدا لا أديان كاني ديكش أوي أديان السماوية خواي قول سبحانه وتعالى بيغنبري روانا كدبي لا توحيد لا أصول إيمان أصول عبادات مكارم أخلاق وأنا هموي ثابتة نسخ نبويتو نلا ديني وان نلا ديني إمش طبعا أوهيز يعني أصلي أو كي إيوان بهاتني إسلام هموي نسخه موضوع كمقصد مان طالما أو كان ثابتا فلا يمكن نسخ الأمر بها لويا
أو أحكامانك ومصلحة لهم زمان ومكانة أو نسخ نابتوا. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان. وهروها أوشتان كقبيح لهم زمان ومكان أيش هالنسخ نابتوا قبيحة هر قبيحة وكو الشرك وكو كفر وكو مساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. أنا هموي مساوي الأخلاق وهروها كفر الشرك طبعا هر هموي أو أنا بابنا ثابتا إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. أو بعام قاعدة إيش عام راسي همو شريعة كان هر هموي هات لو مصلحتي بند كان لبو أوي كوا أوي مفسدة لأن لا بدات طبعا لقمة مفاسدة كانت سيا شرك وكفرة أو ذا مساوي الأخلاق وهم أوشتانش لو أوانا قابلين لبو نسخ باش أوي كوا استثناء لنسخ أخبار وأحكاماني كوا مصالح لهم زمان ومكان. شروط نسخ يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها سيه يكم تعذر الجمع بين الدليلين كواتا هيت مزالك نية لبين أو كوا أودو دليل كوبي توا ناكري جمع بكري توا فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. أجر إمكان بو كار بهردوشي بكري إمكاني جمع هبو كار بهردوشي بكري أو نسخ ناكري لحالتك نسخ ذكري كوا فعلا لا يمكن الجمع بين الدليلين. طبعا أو زق هيدا كيدكش كوا تاريخ كان شام بزاندري كوا تشيهان أو كي نسخ كرتو دوام لو يبزان لباش العلم بتأخر الناسخ بيويستا شرط دوام باشو كدو دليل مان هي ناكري جمع بكري لبينيان دوا دبي علم التبيبوي كوا ناسخك لدواي بهاتبي ويعلم ذلك كود زاندري إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ بوسي حالتي يعني بنصكي يعني خبري يقلى صحابي كان خوان الرازبي يعني بتاريخي نمونيدين تو. مثال ما علم تأخيره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إمام مسلم رواه كده كواتا كنت أذنت لكم كواتا ماضية ويا كواتا لرابردو إذن مدابون لبو استمتاع يعني متعة وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أو لا تشندر فرمويتي لخيبر وانيا يعني تقريبا لصالي حفتي كوتسيب والله أعلم صالي حفتي هزري كواتا تأو كاتي متعة ريقاي بيدرابو لو كاترة بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. الله تعالى حرام كده تاروج قيامته متعة أو زواجية كواها الصيغي عقدكي مؤقتة بوقت يشي دياري كراو كاتي لبودادني إتر حتى أو كاتي بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي إذن مدابون كواتا لير داو بنص هاد نصك ديارة لرابردو إذن درابون بلام لو لحظة يوكا بيان صلى الله عليه وسلم دفرميتن إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة أو بنص. بخبر الصحابي ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن زانه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات. يعني ما مسلم رواية كده كواتا لقرآن هبوة كوا بدا دزاران مندال شيري آفرتي شي بخوة دزاري تواو أو ذا يحرمنا واتا دبيت معي أوي كوا بيبت محرم لبوي أو جنا دبيت داشي رضاعي بلام أو نسخ بوا بتسا بينزار 50 معلومات دبي أو كاتش هلا لخلاي دو صالبي وتيريبي وإلى آخره وشروطانا بلام هيم عددك دزار بوا دزار شير خواردن لقرآني نصي لسرهاتيا بلام لفظك نسخ بويتوا حكمكش نسخ بويتوا بويتتسا بينز 5 رضاعات أوش خبر الصحابة عائشة إخوالي رازبي ما مسلمش رواية كده. ومثال ما علم بالتاريخ
الآن خفف الله عنكم. الآن هر عين لسورة الأنفال ونيا الآن يدل على تأخر هذا الحكم. لبداية فرموي يك بداية 20 صابرين يغلبوا 200 بلام دو هذا فرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا كواتا الآن بلغي لسر أوي كواتا استا حكمكي بيشوتري نسخ كردوا أو تاريخكي. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. اوش معلوموني في صلى الله عليه وسلم فلان اشتي فرموه لبيش هجرت باشان اشتيش كي فرموه كوا مخالفي او قولي كما او حكمي كم طبعا او يدوم يكم نسخ دكاته كواتا او تراخيه مهمه شرط يكم ناكري جمع لبين او دو بلغي بكري او دو حكمه شرط دوم دبي ناسخك لدواي منسوخكي هاتبي. شرط السيم ثبوت الناسخ او ناسخاش اويك دواتري ديل او نسخ دكاتو ايه كم نسخ دكاتو دبي ثابت بي. واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. كواتا جمهور دلين ناسخك بيستا بهستر بي لمنسوخي بي بهستر بي لمنسوخكي او مماثلا له يعني هاو شوي بي. فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا أو بابنا قول الجمهور كواتا النص إيش متواتر مان هي نص إيش كمان هي آحادة تيك ناكاتو لو حالتي بلين بو آحادي أوي متواتر كنسخ بوا جمهور دلنا آحاد أو قوتيني كوا نسخ متواتر بكا أقرتي ثابتيشا. والأرجح بلام شيخ تدله والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. كواتا ضلتني اعتيادية تواتر أجنبي ما دام خبرك صحيحة اعتيادية والله أعلم. هو رأي الشيخ يو بلام جمهور وناله. أقسام النسخ بشكانه ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام باعتبار أو نصيك ونسخ ذكريت السيبش. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن. حكم كان نسخ بيتوه لفظ كما طلع أويان زوربي زور كان نسخ لو شيوه. مثاله آيتا المصابرة أو إكال سورة الأنفال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أو زقترين أو براستي مثالة لقرآن فيروس لسلوي كوا فعلا آتكشما دخين ريتوش بلام حكمكي نسخ بيتو. حكمتي نسخ حكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. كواتا لوح أدي لفظكي ما لفظكي لا يزال هر كسيك داخيني توا هر بيتك وكو بيان صلاة دفرمي نتيزكي بدا خيرة وهروها وتذكير الأمة بحكمة النسخ براسي ببير هنا نوية تاروج قيامتك وأخواي قولة أو هاو حكمكي بلام رحمة بكم وايلكرت. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. ما نسخ لفظه وبقي حكمه لفظك نسخ بيتوا حكمكي معه كآية الرجم. الثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم أويك أخواي قول داي بزانبو آتي رزمي دا بزاني وكو آتك فقرأناها خينديت مانوا وكو قرآن وعقلناها ووعيناها تيجيشتين ونيا حاليبوين ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وبيغمبري صلى الله عليه وسلم حكم كشي جيب ذكرت وإيمش لدوايبي حكم كمان جيب ذكر دي. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله. سبحان الله. لو إذا ترسم كوا
زمانێک بەسەر خەڵکیدا بڕوا بڵێ وەڵاهی لە کتابی خوای گەورە چ باسی نەکراوە فعلا صدقە گوترا بەڵێ فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحان الله گومڕا دەبن بۆی کەوا فەریضەیەک کە خوای گەورە دای بەزاندی ئەوان تەرکی دەکەن وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى كواتا أو حكمة لكتاب خواهي قورة حقك لسر أو كسكوا زنادك إذا أحسن يعني أحسن ما شاء الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف كواتا لبوتشيه محصن بي بياو بيان آفرت واتا بابرين أوي كربي زواجي كربي باشە زەواجی کردبی پاشان بابن هاوسەرەکەی مردبی ئەو جژن بیان پیاو ئەویش هەر عینی ڕەجم دەکرێت دەرێ یەک ڕۆژان زەواجی کردبی یەک دخولی شەرعی کردبیتن تەواو حکمەکە لەسەر جێبەجێ دەبێت وقامت البەیینە بەیینەشی لەسەر بوو بەیینە بە چەند کەسیە چهار کەس أو كان الحبل حبل چیە حمل حملی لێ پەیدا بافە ئەوی لە اعتراف یاوەتە بە خۆی اعتراف بکە کەواتە ئەو شروطانە ئەگەر لێ بێتە جێ ئەوە حکمەکە جێبەجێ دەکرێت بەڵێ طبعا یەک لەوانەیە طبعا بەسەم ئەگەر بە خۆی اعتراف بکە ئەوە وەکو ئەو بەڵێ غامیدیە ها لا دەبی دخولی کردبی دخولی کردبی بەس مارەی بە تەنیا نابی لەسەر جێبەجێ ناکە وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم لبرس لفظك نسخ بويتوا حكمك معه اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن اختبار عادي ما اختبار خلقنا كرينا لنبلوكم أول شيء نوع كان اختباره بويكوا حكمك ثابتة نصكش موجود للقرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى هذا راسي دبي ما دام لمصدرك صحيح كاكل صحيحين هاتيا إمام عمر دجيرته خوالي رازي يعني هيش زي شكو قمانية كواتا لبو تحقيق إيمانه عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة يعني معلومة وحادثة كوا بين صلى الله عليه وسلم كاتك المدينة بانجياني كردانويز بيشارنو كموجود يجبل التوراة كان ما لفظكش موجود نية پابندیش دەبین بێ بەڵێ لە دار ئیسلامە گەڕێبین کتاب ئەگەر تووشی زینای بنیان تووشی چۆڵە دزی بن ئەوانە بە حکمی ئیسلام حکم دەکەیان بە حکمی کتاب ئەخرا و جە لەوێن دەرێ لە حادسەکە پێ سەڵ ئەوان دەینی بەخۆی یەهودی بووە حاڵەتەکە وانە یەهودی بووە و عولەمایەکانیان بانگ دەکا دەڵێ بە حکمی ئەوەی چ دە چکە پێ سەڵ دەیزانی کەوا لە لایوانش هەر نەفسیشتە سيم ما نسخ حكمه ولفظه إيواشيا يستوى قوتمان زاريوا هي لفظ نسخ بويتو حكم كيمايا يان بعكسوا إيواشيا حكمك ولفظك هردوشي نسخ بويتو وكو كنسخ 10 الرضاعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها 10 الرضاعات نص يقبل القرآن فيروس يستا لفظكش نمايا حكمكش نما هردوشي نسخ بوه وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام أو زارة باعتبار ناسخكي ضلي أي شان دبتسار باش الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آياتا المصابرة نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آياتا المصابرة أو آياتا المصابرة ويتازخين مانو نسخ القرآن بالسنة نسخ القرآن بالسنة ابن عثيمين رحمة الله عليه ولم أجد له مثالا سليما يعني دبي بالسنة نسخ بيته بلام ولم أجد له مثالا سليما أما قوتمان أو مثلا 10 رضاعات لفظك بالقرآن ششتي دانية هديار يعني دايك من عاشوا هذا جرته بلام 5 رضعك آية أويج لفظك منسخ بيته
لفظكي نانا ديكي سموي ثابت كوا لفظك بوا نما القرآن حكمك شنما أدي بينس رضعاتك هندق لزانان أويش لقرآن بوا بلام لفظكي نمايا حكمكي ما هلام هندج دلنا هل بالسنة بيان صلى الله عليه وسلم نسخ بيتو القرآن بينزنيا لا بينزنيا ده هي سنيا بس نانا لا تشين دريت بلا مثال ديكا مسألة أويك ابن عثيمين رحمة الله عليه لم أجد له مثالا سليما مثالش كذا إنوا ترى أويك قوتمان يعني ابن عثيمين في مقتنعين لو أنا قناعتي وبزيادة بينز لفظك القرآن هاتيا بلام لفظكين ما حكمك ما مثالش كذا دينوا نسخي قرآن بالسنة أويش مسألة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين سورة البقرة وصية كردن لابد كباب أقربين وصية كردن لابد كباب أقربين أو آتا زورق لزانان دفرمون نسخ بوه بس أجا هندك دلن بآيات ميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أو يديكو أو أخيري لسورة النساء هاته هنديش دلن أو آية نسخ بوه بتي لا وصية لوارث لفظي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ابن عثيمين رحمة الله عليه بدل يقل الشرط كان كباسكر حتى إمكان بجمع لبين دود بالدليل بكري منار منسوخة أو دل أو آية منسوخنية دل أو آية وصية لبدا كباب ياخذ ذاك بابا باش يندياري كراه ونيا أو دل منسوخنية أدي علاجتيا دل علاجك لو حالتانية كذا كباب بشينية ذكري وصيتي لبوبكي كو بشيانية مثلا لبون منى دا كباب كافر بوا يقلوانا ذكري بوصية بيديه أو هذا له واضحة كواتا أو دلي أمكن الجمع لو حالتي أو آتمن سخنية إيش بيذكري لو حالتاني كوا أوان هيز بشيان يلبن مانع كده تبيش ذكري أتو بشيان ده بحر حالو يدلتن بلام زربي علماء أويدين أو آتا لقرآن بيروز نسخ بو حديثي لا وصية لوارث أو لو يدل أو لم أجد له مثالا سليما دلي نمديته سيم نسخ السنة بالقرآن أو شان مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجه الشطر المسجد الحرام لسورة البقرة لسيد زيان وهذا فيلم صد سلسار صد سلنو صد بنزة پیغمبر صلى الله عليه وسلم تن روي لبيت المقدس كر هجدمانك صالوني وك روي لبيت المقدس كر أو دعاء وآتانا دابزي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنك قبل أن ترضى إلى آخره كخواي قول النسخ كرده أو حكمي كوا لقرآن نية كوا روي لبيت المقدس بكن أدي بس رويان تذكر بحديث باشان أو حكم نسخ بو آتاني كوا لقرآن بيروز دابزي الرابع نسخ السنة بالسنة أول شيء ومثال قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا إمام أحمد رواية كده النبيذ في الأوعية يعني أو اشتاني كذكرة الشربت خوشاو أوش بيدقوت ميوجو ياخذ خرما وبزم خرما عشان ذا كده لسرت هذا في صلى الله عليه وسلم منع كردن أوعية زياتر أو وعانيك ولا بيستي وشكرا وأندرو ذكر بلام لما ترسي أوك والله أعلم نخوي بتا خمر بلام فشرب ما شئتم بلام أجا داربن نجا تحدي وك بتا خمر كلام ودكيد الزاندري طبعا واضحة وهل بخوي ده فرمي كنت نهيدكم باشان هل بالسنة حكمكي نسخ بوه حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم
رتساوي مصلحتي بندك عندك أخوي جورا بوي كواتسي لبو أوان سودي زيادة لبو دين دنيان. التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. شريعتك صبر بريسا حتى أكو جيشت كمال. اليوم أكملت لكم دينكم كامل بوه. سيم اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. يعني براسه النقطة شي زور مهمة بأخوي. يعني زور قلواني أو يأمن بيا الناس يعني أو رأي ما نوي هي كذا لنا سخني. يعني فعلا بي قبول ناكري بي هي كو يعني ناس لا كلام أخوي يقول هي. إيه والله كاك اختبار كلينا مبوي. اختبار كلينا. مستعد قبولي بكيانا لحكم أخوي يقول سبحانه وتعالى. زور بواضحي فما ننسخ من آية وننسي أن نأتي بخير منها مثلها. باش. اختبار المكلف بقيامه بوظيفة الشكر. لبوي كوا فعلا شكرانا بكن إذا كان النسخ إلى أخف. ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. يعني لو دو حالتي يعني لبو سوكتر نسخ كرايا شكرانا دكي يعني وتا لبو قرستر بوا فيشتي بالصبر هي دير التواب نسخ. اگر هر پرسیارێک هەیە پرسیار بکەین ئەگەنا بچینە سەر ئەخباری ئەو 4-5 دقیقەیە بچینە سەر ئەخباری پێدەچێت الحەمدولله مشكلەمان نییە. الأخبار. تعريف الخبر. الخبر لغة النبأ. علماء دلين أولا لغته نبأ طبعا بأخوي عادة نبأ أو خبرك جرينك بيلغتي نبأ يعني حتى لا إعلام دلي أهم الأنباء ونيا بلام دلي واجو أن تربلين خبر بمعنى ما ينقل ويتحدث به. ما ينقل ويتحدث به أولا لا لغته أو قصي كنقل ذكره وباسي ذكره أو بيقول خبر لا لغته. والمراد به هنا ما بس ليردا سيا هنا ما بس لو هنا يسيا ضلال ما بس ليشير به إلى أنه يعرف الخبر بمعناه عند المحدثين أو تعريفي أو كرديتي تعريف المحدثين براستي لا بمعناه عند الأصوليين. لا لبروي السنة لفظ السنة سن إطلاق شيء هي طبعا أول باس لخبر دكاتا بلام ما بس تيشيتسيا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. تعريف السنة دكاوانيا يتر السنة دليبا تنشويه كاتيا يكام إطلاق يكام ما يقابل البدعة أو تشي بكاري ديني وهذا هو إطلاق السنة عند أهل الاعتقاد. لا أهل الاعتقاد كباز للسنة ذكري مقابل سيا بدعة وكو مثلا كتاب السنة عبد الله كري إمام أحمد السنة لابن أبي عاصم إطلاق دوم السنة بما يقابل القرآن. السنة بما يقابل القرآن أوش هي أوش شيء عند المحدثين أوان زيادة الدلال مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والتقرير وصفته الخلقية والخلقية والخلقية فيتعلقون بأي شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كواتل زيادة المحدثين كذلك السنة أي ما يقابل القرآن. إطلاق السيم السنة التي تقابل الواجب. السنة التي تقابل الواجب وهذا إطلاق السنة عند الفقهاء كذلك هو واجب يعني سنة ديار مقابل. إطلاق سالم السنة بالنظر إلى كونها دليلا. السنة بو اعتبارك ودليل بي وكو قرآنش كدليلة كواتلو حالتي فتكون السنة قسيمة للقرآن وهذا معنى السنة عند الأصوليين. لا أصولية كان قرآن السنة ببلغي شرعي درون دشين ويا قرآن السنة فالأصول إذا عرف السنة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره أو عندي ذلك كابر أصولي قوله وفعله وتقريره ولا يأتي بصفته الخلقية والخلقية وإنما يأتي بهذا المحدثون لأنهم يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. باش بينه صار تعريفه كيف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف لذا لا يبرز تعريف محدثين. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول
زور باسي قول ما كردي ما بس تيسيلا قول باسي حقة مجاز ما كر باسي أمر نهي ما كر باسي عام وخاص ما كر باسي مطلق ومقيد ما كر مجمل ومبين ظاهر ومؤول يتر أوانه مباسكر. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع يتر أو وقت كمان تواود بين سر أو موضوعي أو سيزور لخوي دقري بأون ده بس بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.